مشاهدينا الاعزاء، برحب بكم معانا وحلقه جديده من مسلسلات زمان على شاشه الفضائيه المصريه. النهارده بنتكلم عن عمل هو من انجح الاعمال في عالم الدراما، وده بيرجع لاسم كاتبه الكبير اسامه انور عكاشه الذي يجيد صنع الخلطات الدراميه الناجحه، وايضا الاخراج للمخرج الكبير المتفرد محمد فاضل، والكوكبه الكبيره من النجوم اللي ضموهم المسلسل. بنتكلم النهارده عن مسلسل انا وانت وبابا في المشمش. بيسعدنا طبعا يكون معانا النهارده في حلقتنا الناقد الفني دكتور سمير مندي. اهلا بيك يا دكتور، مشرفنا من اهلا بك يا دكتور سعد. لو حبينا نبدا باسم المسلسل والعنوان، هو المشمش في تراثنا بيعني ايه؟ والله عنوان المسلسل له علاقة كبيرة جدا بموضوعه. حقيقة أنا وأنت وبابا في المشمش. أولا كلمة في المشمش دي عادة بنقولها لما نتكلم عن حاجة صعب تتحقق أو صعب تحصل، لأن موسم المشمش معروف أنه هو قصير جدا وصعب الإنسان يعمل فيه حاجة، أو ممكن حتى ما يلحقش يدوق المشمش في الموسم بتاعه. فهي أخذت كده مثل سائر على كل شيء صعب تحقيقه. وده له علاقة بموضوع المسلسل، لأن موضوع المسلسل الحقيقة حول مقاومة الفساد الوظيفي. وبالتالي في لازمة بتتكرر في نهاية المسلسل لما يظهر تحدي جديد أمام الأبطال، أنهم يكشفوا فساد أو يواجهوا مؤامرة أو يحاولوا حل مشكلة بتحيط بيهم، فيقولوا ان هم هيواصلوا عملهم، ولو حد اتحداهم يقولوا له في المشمش. يعني العبارة دي تحولت الى فعل مقاومة جوه المسلسل. هو الشر دايما اللي بتقاوم اي فكرة يعني نجاح او فكر جيد او كده، بنلاقي دايما قوى الشر الخفيه اللي يعني بتحارب كل الافكار الجيده. صحيح، ده صحيح تماما. وفي المسلسل حتى ما كانوش يقولوا الحلقه الاولى او الثانيه، كانوا يقولوا القطفه الاولى او القطفه الثانيه جريانا على الاسم. وطبعا انا وانت، انا المقصود بيها البطله فردوس عبد الحميد، وانت المقصود بيها البطل الثاني محمود الجندي، والثالث بابا هو حسن عبدين الراحل الله يرحمه، الممثل الكبير. وبالتالي فالمسلسل موظف التيمه دي، وهي كانت حاجه جديده جدا. مسلسل طبعا انتاج سنه 89 في وقت ذروه نجاح اسامه انور قطاع عكاشه، الانتاج وانتاج التلفزيون المصري والدراما المصريه طبعا اكيد اللي عمل افضل المسلسلات على مدار عقود طويله جدا. طبعا. ومن اخراج محمد فاضل وسيناريو وحوار اسامه انور عكاشه، ودول ثنائي ناجح جدا. طبعا هنتكلم عن الثنائي ده بعد الفاصل، لانه الحقيقه كانت البدايه من يعني بابا عبده، واستمر النجاح والاعمال والكيمياء الرائعه اللي حصلت بين هذا المؤلف الكبير والمخرج الكبير ايضا. صحيح. بعد الفاصل نعرف من حضرتك بقى يعني ايه بدايه النجاح وتسلسله الى غايه اخر عمل قدموه مع بعض. اتفضلوا بعد الفاصل. قريت الجرايد يا خالد؟ بابا هرب من السجن يا بشير. ايوه لسه قارين الخبر دلوقتي، انا شخصيا مش مصدق. ازاي ده حصل وراح فين؟ احنا بنتعامل مع الحقيقه اللي حصلت. باباكي هرب فعلا. هرب ازاي وراح فين؟ دي مسائل مش هنعرفها الا لما نشوفه. بيقولوا ان هرب مع مجرم خطير. اسمه ضمضم. شفت المصيبه؟ هم هربوا سوا، بس اكيد كل واحد فيهم راح في اتجاه. ايوه بس بابا راح فين؟ ده ملوش حد. اكيد هيفضل في البحراويه، لازم هيلجأ لحد من صحابه في بلد متطرفه، ولا يستخبى في قريه من القرى المتطوعه. يعني اللي عايز يتدارى مش هيغلب. مش بابا، مش طبعه ولا تفكيره. استحاله يفكر يعمل مغامره عشان يهرب. احنا قلنا ان ده اللي حصل، ولازم نتعامل معاه كواقع. طب وبعدين؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، هنمشي في خطتنا عادي. وبالمناسبه انت ايه اللي جابك في وقت زي ده؟ انا ما دريتش بنفسي، اول ما لمحت الخبر في الجورنال جيت جري زي المجنون. بس كده جايز يشكوا فيكي. عشان كده لازم ترجعي على طول وتطلعي لهم باي حجه. دي سهله. الاول في حاجه مهمه قوي حصلت. امبارح بالليل جه تليفون اللبيب شطه وانا سمعت المكالمه كلها. كان صديق عشم الخير بيكلفه يقابل واحد في المطار اسمه ابو ليلى. ابو ليلى؟
وانت عرفت منين؟ المكالمه كانت من العربيه. انا لازم امشي دلوقتي فورا، لازم اروح بالعربيه اخطب البيت. استنى، لازم نعرف مين ابو ليلى ده وايه علاقته بالاتنين. انتوا سيبوا حكايه ابو ليلى دي عليا. فتشتيها؟ اطمئني يا هانم، ما سرقتش حاجه. امال كانت فين ده كله؟ رد يا بنت على سؤال الهانم. ماني كنت معاه. هو مين ده؟ ما هو اللي قال لي. هو مين ده اللي قال لك؟ بتاع الجرانين. قال لك ايه؟ قال لي هجيب لك كراميلا وفساح. طول الطوعين. ما هو اللي قال لي. لا دي تحفه. اتصرفي انت معايا يا زكيه احسن ما تجيب لنا مصيبه. اهلا بيكم معانا مره تانية. بنرجع مع حضرتك، وزي ما قلنا في البدايه، اولا اسامه انور عكاشه يعني من الكتاب والمؤلفين في الدراما اللي زي ما قلت ان هو بيجيد صنع الخلطات الدراميه الناجحه. بتشوف حضرتك هذا النجاح بيرجع لايه بالنسبه لاسامه انور عكاشه؟ أسباب كتيرة الحقيقة. يعني أنور عكاشة تحديدا هو مش مجرد سيناريست. الحقيقة هو بيتميز بأنه أصلا أديب وكاتب، وعنده علاقة كبيرة جدا بما يسمى الأدب، وبالتالي فمسلسلاته مش مجرد أفكار عادية أو مجرد دردشة أو مجرد تسلية. يعني. لا، هو مسلسلاته عادة ليها أهداف ومضامين. وعادة أسامة أنور عكاشة كان حريص على أنه يحط للقارئ أو للمتفرج، يحط له معلومات سرية جدا بخصوص المجتمع والمسلسل. فتلاقي تفاصيل دقيقة جدا داخل المسلسل مش ممكن تكون جت صدفة. أيوه. يعني الكاتب قرأ كويس قوي واستعد للعمل بتاعه وراعى كل كبيرة وصغيرة فيه، وبالتالي يخرج المسلسل منسجم تماما مع أفكاره ومع موضوعه. والدليل على كده هو المسلسل اللي بنتكلم عنه النهاردة، أنا وأنت وبابا في المسلسل. فالمسلسل ده تحديدا أيوه. كان أول مرة بيجرب فيه أسامة أنور عكاشة فكرة فواصل غنائية داخل العمل نفسه بيقوم بيها الأبطال. وبتشوف حضرتك ان هذه الفواصل كانت رؤية مؤلف ولا رؤية مخرج؟ أنا أعتقد إنها رؤية سيناريست في الأساس، رؤية أسامة أنور عكاشة، لأنه هو كاتب نصوص الأغاني والاستعراضات اللي تمت جوه المسلسل، وهي في الحقيقة ما كانتش مملة ولا فارغة ولا هدفها التطويل ولا بلا فائدة. لا بالعكس، كانت في صلب العمل وكانت جميلة جدا، خصوصا انه عمل سكتشات. يعني عمل سكتش الوشوش فشوش داخل المسلسل بالأقنعة. وده جميل جدا، وارجو ان انتوا توروا المتفرج لقطه عملتها فردوس عبد الحميد، واستطاع ان هو يخلق من هذه الممثله اللي ارتبطت دايما بادوار الجديه والاخلاقيه، استطاع انه يخرج منها فنانه استعراضيه ذات ثقل. كدابين ما تصدقوش، كدابين ما تصدقوش، كل وش خبي تحته ايه؟ ما تسألوش. 5 6 ماريونيتا، يلا نلعب حتة حتة، يا ما وش تحته جدا لو تشوفوا ما تشيلوش. ايه؟ ما تشيلوش الوشوش الفشوش، الوشوش الفشوش، كدابين ما تصدقوش، كدابين دول ما تصدقوش، كل وش خبي تحته ايه؟ ما تسألوش. اوه لالا كوتسيكا، اوه لالا كوتسيكا، وشه أعرض من قفا، نفش ريش على مفيش، نفش ريش على مفيش، تيجي تمسك ما تلاقيش، والفراخ تهتف يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش يا عيش.
شيء ممكن يزول، بس مهما قال وزال مستحيل نلغي الوصول. إذ أنا لوحدي الشجيع رغم كل ما أشيع، والجميع مفيش جميع، كوكسيكا فوق الجميع. يعني يمكن المسلسل ده بالذات انا بقول ان هو قدر يقدم الابطال بشكل مختلف عن ما هم معتادين عليه في الاعمال الاخرى. صحيح. يعني زي حسن عابدين، زي فردوس عبد الحميد، اللي كانت الحقيقه قدمت شخصيه متفرده جدا، سواء بالنسبه لنفسها او بالنسبه للبطلات في هذا الوقت. صحيح. واحنا اول مره نشوف او نسمع حسن عابدين بيغني. ايوه. وفردوس عبد الحميد طبعا معروف ان صوتها جميل. أيوة. والغناء ده مش جديد عليها. ومحمود الجندي نفس الحكايه، والفنان حسن كامي. فهو وظف الحقيقه، قدر المخرج والسيناريست قدروا يوظفوا طاقات الممثلين دول في ابداع شخصيات جديده جوه المسلسل نفسه. ودي فكره تانية ممكن نتكلم عليها، انه حصل تشخيص او تنكر، نوع من التنكر داخل المسلسل، باعتبارهم بيواجهوا شخصيات شريره كبيره. اضطروا الى نوع من التمثيل داخل المسلسل نفسه، ولبسوا اقنعه. وفردوس عبد الحميد مثلا مثلت حوالي 3 4 شخصيات، شخصيه شغاله، وشخصيه بائعه الطماطم، وكذا محمود الجندي. واعتقد ده من ادوار اللي يعتبر زي ما بيقول دول عمرها، لانه هي بتقدم اكتر من شخصيه واكتر من كاركتر في نفس العمل، فهنا في تحديات مع نفسها كممثله، ازاي تقنعك بكل هذه الشخصيات. الحقيقه هي فنانه كبيره جدا، وفنانه جميله جدا، وعندها طاقات المخرجين لم يوظفوها الحقيقه زي ما ظهرت في المسلسل ده. في المسلسل ده فردوس عبد الحميد مش ممثله واحده، اكتر من ممثله، ومش مجرد ممثله، كمان فنانه استعراضيه ناجحه جدا، واداء استعراضي ناجح جدا. هنا نرجع بقى للمخرج محمد فاضل، ونقول بالذات في جزئيه فردوس عبد الحميد قد ايه هي كانت دايما بتنجح، لكن مع محمد فاضل كانت بتنجح بشكل اكبر. الكيمياء اللي بينهم كمخرج وممثله، هم طبعا ازواج على الحقيقه، لكن الكيمياء اللي بينهم كمخرج وكممثله قد ايه كان بيطلع منها طاقات مختلفه، ويعني ما قدمتهاش قبل كده. في المسلسل ده صحيح فيه كيمياء كبيره، المخرج بالسيناريست بابطال العمل بالاداء، في كيمياء كبيره. وطبعا محمد فاضل ده مخرج كبير، ده ظهر في الاداء بشكل كبير جدا. صعب ان احنا نجد ثغرات في اداء الممثلين، صعب ان احنا نجد تراخي، صعب ان احنا نجد افتعال، صعب ان احنا نجد عدم مصداقيه. بالعكس، رغم ان الفواصل الغنائيه دي ممكن تبقى في الحالات العاديه ممله او سخيفه او مجرد تطويل، زي ما بيحصل في بعض الاعمال حاليا، اللي هم تاثروا بالدراما التركيه وبداوا يطولوا في التفاصيل. لكن اسامه انور عكاشه ومحمد فاضل كان فيه ميزه، حركه الكاميرا سريعه جدا، والمسلسل لقطاته منسجمه مع بعضها وبتؤدي لبعضها في تسلسل خفيف وذكي جدا. يعني فعلا كل لقطه بتتكمل في اللقطه اللي بعدها، وكل حلقه بتجاوب على حلقه بعدها وقبلها، مش مجرد اعتباطا. لا، الحقيقه اخراج متميز يعني الحقيقه، متميز وده جدا اسلوب جدا. محمد فاضل دايما في الاعمال الحقيقه، لما تقارنه باعمال اخرى دايما بتلاقي ان فاضل متفرد، يعني له بصمته، هو مش شبه حد في تقديم هذه الاعمال. دايما لما تشوف بعض الاعمال حتى لو ما قريتش ان اسم المخرج محمد فاضل ممكن تعرف من العمل نفسه. ده صحيح. هو ده نجاح في حد ذاته. انا وانا بتفرج على المسلسل ده او بعيد الفرجه عليه، الحقيقه ما اشعرتش ابدا انه قديم او انه خارج التقنيات الحاليه. بالعكس، المسلسل حديث تماما في الإخراج وفي التقنيات وفي الأداء وفي الملابس وفي الديكور، كله منسجم وكله متقن وبمهارة شديدة جدا. يعني حتى ما يثير الإعجاب هو فعلا السكتشات، سكتش الوشوش فشوش ده اللي بيلبسوا فيه أقنعة وبنات المدرسة بيأدوا فيه، سكتش جميل جدا.
ويستحق العرض بشكل منفرد. وسكتش كوكي كال اللي عمله برضه عملته فردوس عبد الحميد، ولبسوا أقنعة الفراخ والديك عشان يعبروا عن الاستبداد القائم رمزيا في شخصية الديك. سكتش عظيم جدا وممتع جدا وجميل جدا وناجح. والحقيقة أنا ما شفتش مسلسل وظف الاستعراضات والغنى بالشكل الناجح ده زي المسلسل ده. أنا وأنت وبابا إنه تحس إن هو متضفر مع العمل، مش إن هو زي ما قلت هي مجرد بس أغنية أو سكتش كده للترفيه أو يعني لا هو موظف دراميا بشكل ممتع جدا وتقنيات جميلة جدا. والميزه كمان في هذا المسلسل انه تتر البدايه والنهايه كتبه الشاعر الكبير احمد فؤاد نجم. ده هنعرفه بقى بعد الفاصل، لان طبعا احمد فؤاد نجم اسمه على اي مسلسل في تتر او في فواصل حتى في يعني غنائيه بتكون الحقيقه عمل له قيمه كبيره جدا. صحيح. بعد الفاصل ان شاء الله. اتفضلوا. تأكد ان كل حرف قلته لك صحيح. معاك اسامي الناس اللي اشتروا ارض اسمها ارض ايه؟ طعم. هما مين؟ للاسف اساميهم مع الاستاذ عبد الباقي. الراجل المقاوح بتاع المحافظه ده؟ ايوه. طب اسمع، انا هجيلكوا بكره. انت عارف طبعا انا ما اقدرش اكتب على الموضوع كده مباشره، لازم الاول اتاكد من المعلومات واعمل انترفيو مع المحافظ اواجهه بالمعلومات دي واشوف ايه رايه. هو ده غايه المراد. هنستناك بكره. مدهش. جميل. انا قلت كده، مفيش غير الصحافه. ويوسف العلاني ده صحفي كويس؟ طبعا يا بابا، انت ما قريتش تحقيقاته عن البنك الوطني للانماء؟ هو ده يبقى فعلا ولد كويس. ده كان صاحبي من ايام الجامعه، كان هو اللي بيحرر كل صحف الحائط، ولما اتخرج اقتحم ميدان الصحافه، وفي خلال كام سنه بس بقى انشط صحفي في جيله. ايوه، وانت بقى جيت نمت هنا في البحراويه وكفايه عليك تقرا تحقيقاته وتسقف له. بابا، بشير النهارده قام بخطوه ايجابيه هايله. ده صحيح، والحقيقه انا بدات احبه. انا كنت واثق من كده يا استاذ عبد الباقي، وما يقسش لحظه واحده. خلونا في الصحافه. اهي بكره الصبح جايه. حكيت له كل حاجه، ناقص حبه اضافه. اظن يقولها بابا. انا جاهز بالاجابه على كل سؤال يحير شفوي او بالكتابه. يوسف عايز اسامي يكتبها في المقاله. الستة اللي اشتروها في غفله من الرقابه. خايف لو قلتها له يتخض من العصابه. الكلمه الحره تحمي لو حتى في وسط غابه، واللي صارع اسود ما يخافش من الديابه. الكلمه الحره تحمي لو حتى في وسط غابه. نروح بقى للتتر، وطبعا اشعار احمد فؤاد نجم. هذا العملاق طبعا يعني بصمته زي ما بنقول دايما متميزه جدا. فبتشوف قد ايه اضافه احمد فؤاد نجم في هذا العمل كانت موفقه. الحقيقه الشاعر الكبير احمد فؤاد نجم مرتبط باشعار اولا التعبير عن المهمشين في المجتمع، التعبير عن الظلم الاجتماعي والسياسي. فطبيعي جدا وكان من اللائق جدا ان هم يفكروا ان شاعر زي احمد فؤاد نجم يكتب تتر البدايه والنهايه، لانه قدر يفهم طبيعه العمل اللي بيتكلم عن مقاومه الفساد. بالرغم ان هو العمل اتكلم عن مقاومه الفساد بطريقه كوميديه، يعني هنا بتحس الحس الكوميدي في المسلسل، وده كان غريب على اعمال فاضل واعمال اسامه انور عكاشه.
لا الحقيقه انا مش مع فكره ان المسلسل كان فيه كوميديا، اللهم الا من باب يا بخت من ضحكني وضحك الناس، يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. يعني هو فعلا الجزء الكوميدي موظف في المسلسل بطريقه ساخره، عشان المسلسل بيحاول ينتقد اوضاع اجتماعيه فاسده زي الوظيفه، زي التربح من الوظيفه او الفساد المؤسسي المتغلغل في المؤسسات الحكوميه. وبالتالي هنا الضحك قايم على فكره المواقف الساخره. او بيحاول يخليك هم يبكي وهم يضحك، يحاول يخليك تضحكي على هم كبير ما يتلم في المسلسل ده. الحقيقه فكره كمان الاسره هنا يا دكتور سمير طرحها ما بين التفكك ولا الترابط. يعني الأسرة لا فيها ترابط كبير، واحنا عندنا علاقة الأب ببنته فردوس عبد الحميد علاقة متينة جدا جدا، وعلاقة بشير أبو السعد اللي هو بيقوم بدوره محمود الجندي بأسرته علاقة متينة جدا جدا، وما فيهاش فكرة التفككات اللي بنشوفها في الدراما الحالية الحقيقة، وما فيش تسليط الضوء على قيم التفكك دي. وهو دي ميزة أسامة أنور عكاشة. يعني احنا عندنا في الشهد والدموع دي كانت سيرة أسرة طبعا قصة عائلة وقصة عائلة فيها صراعات، ولكن مع ذلك الأم دي السكلة أو الأم الأرملة استطاعت أن هي تربي أولادها وتعبر بيهم التحديات الاجتماعية والسياسية اللي كانت قائمة في فترة الستينات. بنقول دايما ان كمان أسامة أنور عكاشة حتى لو بيتكلم عن الأسرة المصرية، لو بيتكلم عن الحارة المصرية، لكن تقدر تعرف تاريخ مصر من خلال هذا التسلسل والحلقات. الحقيقة يعني دايما تلاقي جزء اجتماعي وجزء تاريخي وسياسي من حياة مصر أيضا. هي دي تكف عند أسامة أنور عكاشة، لأن أسامة أنور عكاشة ما كانش مجرد مثقف عادي أو كاتب عادي، هو في الأصل عنده ميول ناصرية ومتأثر بفكرة القومية المصرية والعربية، وعاصر مراحل مفصلية في تاريخ مصر. يعني عاصر 67 المد القومي وظهور شخصية الرئيس جمال عبد الناصر وتأثيره على المجتمع المصري والسياسة المصرية في الفترة دي، وحرب 73. وتقدري تفهمي من مسلسلات أسامة أنور عكاشة أنه بيسلط الضوء على الشخصية المصرية، ولكن ناحية من ناحية بشكل ناقد، لأنه بيحب الشخصية المصرية فعايز يظهر عيوب هذه الشخصية وعايز يصهرها في نار تطهرها من هذه العيوب، ومن ناحية تانية عايز يظهر لك جدعنة الشخصية دي ومقاومتها للفساد وقدرتها على تحدي العقبات اللي بتواجهها باستمرار، زي ما حصل في مسلسل أرابيسك سنة 94 اللي قام بالبطولة فيه الممثل الكبير صلاح السعداني طبعا. والمسلسل ده برضه سلط الضوء على شخصية فنية وفنانة ورائعة جدا، هي الأسطى حسن بتاع الأرابيسك، وسلط الضوء على فترة تاريخية من حياة مصر طبعا في فترة معينة. فأسامة أنور عكاشة لم يكن مجرد سيناريست عادي، كان كاتب مفكر. أداء الأبطال هنا، وعايزين نتكلم عن حسن عابدين بقى، لأن الحقيقة فنان حسن عابدين يعني أنا بعتبره من هو يعني متلمس كده الفنانين بتوع الزمن الجميل في الأداء والقوي والطبيعية المطلقة، يعني هو ما تحسوش إن هو بيمثل أبدا، هو الشخصية زي ما بنقول. هو حسن عابدين ارتبط بصورة الرجل أولا الجاد ذو الخلق المدافع عن القيم والأخلاق الذي لا يفرط في الأخلاق، وطوال مسلسلاته طوال الثمانينات وجزء من التسعينات كان كده، يعني كان موجود فهو مناسب جدا لهذه الشخصية ولهذا الدور. ومعاه فردوس عبد الحميد، لأن الحقيقة فردوس عبد الحميد ارتبطت بهذا النوع من الأدوار الجادة والأخلاقية اللي بتدافع عن قيمة ما، زي ما كان في مسلسل عصفور النار طبعا ارتبطت بده. وفي مسلسلات تانية عملها محمد فاضل كانت دايما فردوس عبد الحميد الشخصية الجادة اللي بتدافع عن القيم. فهي عملت مع حسن عابدين في هذا المسلسل ثنائي ناجح جدا أيوة جدا. الحقيقة
يعني البنت اللي طالعه على هي أبوها. عموما الكيمياء بين الابطال المخرج والمؤلف الشاعر احمد فؤاد نجم، وايضا المجموعه كلها، يعني تحس في تناغم كبير بين كافه تفاصيل العمل. لا عمل كبير، عمل كبير، وانا مش بقول ده بمنظور الحالي. الحقيقه اتفرجت على المسلسل ده في وقته سنه 89 واستمتعت به جدا 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 جدا. اللي كانت فتره دراما غنيه جدا في مصر وفي العالم العربي ككل. يعني صناعه الدراما كانت غنيه وحديثه حتى اللحظه. ايوه يعني سواء الشهد والدموع او رحله السيد ابو العلا البشري او ارابيسك او انا وانت وبابا دور في المشمش. الدراما المصريه زي يعني ما بنقول الحقيقه وما تتفرجيش على مسلسل دلوقتي فتشعري انه قديم. بالظبط. لا تشعري انه حاطط ايده في قلب الواقع الى هذه اللحظه وكابش بايده مشاكلنا ومعاناتنا واحلامنا، وسواء الناجحه او المجهضه يعني. ايوه دكتور سمير، اشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، والحقيقه اتكلمنا عن عمل متميز جدا. نتمنى الدراما المصريه دايما يبقى فيها هذه القيم الجميله. شكرا جزيلا شكرا دكتور سارة على لحضرتك، الاستضافه، وشكرا لكم يا جميعا اهلا الساده بيك، يا اهلا المشاهدين. بيك، شكرا. واشكر كل مشاهدينا، ونتقابل في حلقه جديده ومسلسلات زمان. شكرا لكم.